ماتلهم ميت وماشيين يشروا في علوش باش يضحوا، اكيد شامتين في الميت وارتاحوا منه. كيفاش عرفت؟ هاوكا ماشيين يشروا في علوش باش يضحوا ومازال راجلها كيف مات. الكلام هذا كلام باطل ما عنده حتى دخل. الحزن على الميت شيء، اذا مات لك ميت زوجك والا ولدك والا ابوك ولا امك اقرب الناس ليك قبل الايامات من العيد، راهو حزنك عليهم ما يمنعكش باش تضحي. هذه قربة الى الله. كل حاجة عندها احكامها. شوف ما ندخلوهاش بعضها، ما نخلطوش العاطفة بالعقل. نجم نكون نحزن راهو في قلبي بطبيعة مما لا شك فيه، نحزن على امي ونحزن على زوجي ونحزن على ولدي توفى، اما حزني ما يمنعنيش اني نجي للقربة هذه والاضحية باش نتقرب بها الى الله ونمنحها ونقطعها على خاطرني انا حزينة. لا، اتقرب الى الله سبحانه وتعالى ولو انا حزينة على الميت بتاعي. تحب ما تاكلش ما يسالش، اما القربة هذيك عنوان تقواك ومخافتك، اتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. وبالعكس من كمال الايمان تزيد تاكل منها. ما فماش حاجة ناكل منها اطيب وافضل من اضحية تقربت بها الى الله. هذا دليل الايمان. والحزن متاعك هذاك يبقى عاطفة بينك وبين الله في قلبك، ولكن ما يمنعكش انك تضحي، بل بالعكس هذاك الكلام كله باطل. ضحي على روحك وربي ان شاء الله يتقبل منك. ما تنساش باش تبارتاج الفيديو هذا لاحبابك باش تستفاد الناس كل، وان شاء الله عيدكم مبروك.